اهلا وسهلا بالساده المشاهدين وحلقه خاصه جدا من برنامجكم اللي بتحبوه شيف ونص. الرؤيه والابداع والفن دائما على شاشه النايل لايف. طبعا احنا في الاسبوع الثاني من شهر رمضان بيكون معانا نجم. النجم بنستضيفه بنشوف خبرته في ايه الممارسه اللي بيحب يمارسها دايما، في هوايه عنده، غير كمان ان هو بيحب المطبخ، دي من شروطنا. فمعانا النهارده حلقه خاصه جدا بنهديها للاطفال اللي بيشوفونا ونشجعهم على الصيام، وكمان نشجعهم يشوفوا برنامج شيف ونص على شاشه النايل لايف. الاطفال الحلوين النهارده مشغولين ومهووسين في السن معين كده بعجينه اسمها عجينه الصلصال. انا واحد منكم، عشت طفولتي العجينه دي كان يجيبها التيتشرز بتاعي، قصدي المدرس بتاعي، كان معرفه، واقعد بقى اعمل بيها واشكل بيها واحد شرس، واحد بحبه، اشكل بيها حاجه انا بحبها، وهكذا. هل يا رب هي العجينه دي ضاره ام نافعه؟ هل العجينه دي تعتبر ماده تعليميه للاطفال؟ الله اعلم. هل العجينه دي بتتعمل ازاي؟ هل هي محتاجه كورسات ان احنا ندرسها ونعرفها؟ ايه مشاكل العجينه ديت؟ وننصح اطفالنا الحلوين بايه لما يستخدموا العجينه دي في ايديهم؟ معانا متخصص النهارده، وهو اول واحد متخصص في عجينه الصلصال والحرف اليدويه، الاخ محمود رضوان. ازيك يا محمود؟ اهلا بحضرتك. الشاب الجميل الحلو ده، ربنا يكرم حضرتك. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام بخير. شايف لك جايب لي هدايا، واخد بالك، وحاجات جميله جدا. دي اقل حاجه والله. الله يبارك لك. واحنا بنجهز كده انا والاستاذ عمار، قال لي انت قاعد فين، في العتبه ولا ايه؟ قلت له لا انا قاعد شويه حاجات كده اشكال جميله، عامل لي الاستاذ عادل امام، وعامل لي فنانين، وعامل لي شيخ البلد، حاجات جميله حلوه قوي. هل دي عجينه؟ لا، هو الصلصال انواع كتير قوي بقى. ده احنا الموضوع محتاج لا طويل. كبير أيوة. الموضوع كبير. اذا الموضوع حرف يدويه زي ما هو حرف الشيف. شايفين الصوره حلوه ازاي؟ حرف يدويه. هنشوف الافكار والاسرار لعمل العجينه ديت، وازاي ما تضرش اطفالنا حتى لو مسكوها بطريقه غير مباشره، لعبوا بيها، حطوها عند اسنانهم، على لسانهم، الحاجات دي كلها وارد طبعا اكيد مظبوط، في منها اضرار. هنشوف الكلام ده طبعا مع اخويا وحبيبي محمود رضوان، الاول واحد مصري متخصص في عجينه الصلصال. طبعا على ما نشوف العجينه ونشوف اسرارها، تعالوا نشوفوا كمان العجينه بتاعتنا، عجينه المرجوج. نخش على المطبخ السعودي الجميل الحلو بقى الخليجي، ونجيب عجينه المرجوج. هنعملها النهارده المرجوج باللحم الضاني. الله عليك يا شيف، يعني مفيش حد احسن من ده. هنعمل عجينه المرجوج بالدقيق الاسمر البر مع رشه ملح، رشه سكر، وشويه ميه دافين. هنعجن العجينه ونخمرها، وبعد كده نقطعها، نحطها مع لحم وكوسه وبتنجان وجزر، اللي هي الخلطه بتاعه المرجوج او اللحم بتاع المرجوج. معانا كمان الحلو النهارده طبق مهلبيه قمر الدين. اوعى وشك، قمر الدين هنعمله مهلبيه النهارده بالمكسرات. معايا كمان طبق شوربه جامد جدا، شوربه الشعريه مع الجزر والجنزبيل. الشوربه دي جميله جدا، بتفتح الشهيه، والجزر مفيد والشعريه مفيد مع الجنزبيل لسريان الدم وتشغيل الدم في الشرايين. معايا السمبوسه بتاعت النهارده المفاجاه، سمبوسه بالجبنه الشيدر الله والريحان. ده الكلام الكبير، جبنه شيدر وريحان. هنشوف ازاي يجتمعوا الاثنين في عجينه السمبوسه، ونقليها ومن غير ما تفك العجينه يا عم محمود في قلب الزيت. احنا صايمين صايمين، وهنعمل الكلام ده واحنا صايمين. اكل جوع. ده احنا لسه ما عملناش خلاص كده. فانا هبدا مع عجينه المرجوج، ومحمود هيبدا مع عجينه الصلصال. حلو، ونشوف بقى محمود وندردش مع بعض ان شاء الله. قول لي يا محمود، انت خريج ايه؟ لا انا خريج كليه تجاره جامعه القاهره. ايه اللي جاب ده بقى؟ ده حدوته. طبعا ده حدوته طويله قوي. حدوته اللي انا سمعت لك امبارح، قعدت اتفرج على فيديوهات ليك اللي هي 40 حرامي، علي بابا ولا 40 حرامي؟ بالظبط. ايوه، شفت بقى الخادمه انقذت مين؟ علي بابا. صحيح. صح ولا انقذته؟ حقيقي صحيح. الخادمه؟ ايوه بالظبط. دي الحدوته بتاعتك. قول لنا بقى انت ازاي هتنقذنا النهارده، تنقذ اطفالنا حلوين. الاول بس انا عايز اتكلم عن الصلصال، لان في ناس كتير قوي ما تعرفش معلومات كتير قوي عن الصلصال. هي العجينه فين؟ بخبيها بقى عشان نطلعها بقى ونشتغل بيها على طول. طيب. الصلصال بس انواع كتير قوي. في بوليمر كلاي اللي هو الصلصال الحراري. ده اللي هو بيدخل الفرن على درجه حراره 125 حراري. فرن زي فرن البيت. وفي عندنا البلاستيسين اللي هو الصلصال البلاستيكي، بيتعمل من بلاستيك عليه شويه مواد كيميائيه بنشتغل بيه. حلو. وفي الدو بقى اللي هي صلصال العجينه نفسه. الدو. الاسماء دي لازم نسمعها تمام. هي بوليمر كلاي صلصال حراري، وبلاستيسين ده الصلصال العادي اللي بيتلعب بيه، وفي الدو اللي هو العجينه. حلو.
طبعا كل واحده من دول ليها خصائصها وليها قصصها طبعا. حلو. طبعا في كلي اللي هو الطينه بقى، الطينه الخزفي اللي الناس تعمل الفخار والحاجات دي كلها. بس الانواع اللي مختصه بيها الاطفال هم الثلاث انواع دول، البوليمر كلي والدو والبلاستيسين. طيب هل الثلاثه بيفرقوا مثلا في تلونهم ازاي واشكالهم ازاي والحاجات دي كلها؟ تمام، هم الثلاثه ما بيتلونوش، الثلاثه اصلا بيجوا الوان جاهزه. حلو. بيجوا قطع الوان جاهزه زي ما هنشوف كمان شويه ان شاء الله باذن الله مع بعض. الفكره بس ان البوليمر كلي ما انصحش الاطفال اقل من سن 15 هو ده اللي سنه يهمنا. يلعبوا بيه. الاطفال بيسمعونا دلوقتي ومركزين معانا. هو بوليمر كلي حلو جدا، حاجه لطيفه جدا وامريكي الصنع وحاجه جميله جدا. حلو. بس مشكلته ان هو امريكي الصنع، يعني العجينه دي بتتصنع بتيجي مستورده؟ احنا ما عندناش اصلا صناعه مصريه للصلصال في اي نوع غير الطينه طبعا، يعني احنا عندنا صناعه الطين لكن غير لا الطواجن يا عم، الطواجن عندنا بنشوفها. ما دي كلي وانا رايح المحله ما دي الطينه. دي الطينه، دي مش دي العجينه برضه. ده بعيد عن الصلصال. ايوه حلو. حاجه ثانيه خالص. حلو. عندنا بقى البلاستيسين ده بقى اللي هو البلاستيك ده. ده مختلف خالص عن النوع ده. ايوه ده الموضوع كبير بقى، ده انا واخد الموضوع عجينه ونشكل منها اللي احنا عايزينه. هستاذنك ثواني عشان نعمل خرجنا الجميل عماره حبيبي عشان اعمل لك هديه حلوه. والله بالشكل اللي انت بتحبه. هنشوف مقادير المرجوج، ازاي نعمل عجينه المرجوج وازاي نعمل اكله اسمها المرجوج من المطبخ السعودي، وتحيه كبيره للشعب السعودي. المرجوج على الشاشه. مقاديره كالاتي: لحم ضاني اساسي حلو قوي كيلو تقريبا، ومعانا بصل ومعانا حبهان ده للحم، وطبعا توم ناعم وورق لورا وليمون ولومي وبتنجان عروس وجزر وكوسه، ده الخضار بتاع المرجوج. العجينه عباره عن 2 كوب من الدقيق الاسمر، رشه ملح ورشه سكر وميه دافيه. 2 كوب من الدقيق الاسمر ورشه سكر، رشه ملح وميه دافيه. هنعجن العجينه بتاعتنا بالعجينه السمراء الحلوه الجميله الحلوه اللي هنعملها مرجوج. العجينه دي عجينه المرجوج عشان باختصار كده. عارفين العجينه دي بيطلع منها ايه؟ بيطلع منها حاجات حلوه يا محمود على فكره. ايه اللومي؟ طيب انا قريت لومي وما فهمتش. لومي اللي هو الليمون الاسمر المجفف. ليمون اسمر مجفف. بتلاقوا بصوا بقى الحاجات دي بتروح على بتوع الصلصال. اللومي هو بيسموه في الخليج اللومي الاسمر او الليمون المجفف. العجينه اللي معايا دي عجينه الدقيق الاسمر، معاها رشه ملح ورشه سكر وميه دافيه. دي اللي بيتعمل منها الخبز الصاج او الخبز الشراك اللي بنلاقيه في الاردن وفي الاخوه السوريين بيعملوه، اللي هو الخبز الشراك او الخبز السوري او الخبز المرجوج. ده العجينه اللي بتتعمل منه. انا هعمل منها المرجوج. المرجوج ده هيتخبز مع اللحم، هنا هيتطبخ مع اللحم زي اللازانيا. خلي بالك تتعلم مطبخ النهارده كمان. ده انا واضح. تعلمني ازاي اعمل اشكال. ده البصل بس طلعت ريحته حلوه يعني. الواحد لسه ما بدأناش. طيب نحط اللحم بتاعنا مع البصله والتومه يتحمر، ونبدا نشوح كل حاجه مع الخضار. وهتسمحوا لي طبعا نطلع فاصل صغير ونرجع، والحلقه الجميله المميزه بنهديها للاطفال الحلوين اللي بنشجعهم على الصيام. مش هرمنكم من حاجه، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، ومعانا اسرار الاكل السعودي، المرجوج بالخضار. المرجوج يعني عجينه المرجوج. في اكله زيها اسمها القرصان باللحم الضاني، نفس العجينه، بس الفرق بين الاثنين بناخد عجينه القرصان اللي هي الرواق بتاعنا بتبقى معموله بالخبز البر او الدقيق البر الاسمر. فالفرق بين الاثنين بتبقى القرصان الخبزه بتاعته ناشفه ومتحمصه زي الرواق، اما المرجوج بنعمل العجينه على ايدينا وبنبدا نفرد العجينه مربعات او مثلثات وبنحطها مع الطبخه بتاعتي بعد ما تستوي. مركز يا حوده؟ طبعا، بس البتنجان ما تقورش صح كده؟ اهو انت متعود على البتنجان يتقور. لا الا بقى البتنجان التاني بقى اللي هو بيتاكل مع البطاطس. مركز. لا هو المرجوج ده بالخضار، يعني بتقطع البتنجان باحجام كبيره مع الكوسه مع الجزر وكله يتحط مع بعض. هنسيبها تغلي بقى مع البهارات العربيه. ده اللومي بقى، ده اللوم المجفف. ده الليمون. اللي هو الليمون بيسيبوه ينشف لحد ما سيبك يسود. انت من الاكل، المشاهدين بتوع شطار وعارفين كل حاجه. انت قول لي بقى انا مش شاطر في شايف في عجينه صفراء وعجينه حمراء والجو ده، اشرح لي بقى. هو الصلصال البلاستيسين والدو بقى هنقارن بين الاثنين. الدو هو عباره عن عجينه. وريني الدو ده. لا هو الدو مش معانا دلوقتي لان هو بينشف بسرعه جدا. اللي بينشف بسرعه بينشف بسرعه شويه. في مميزات وفي عيوب. هو مميزاته ان هو الناس اللي عندها امراض جلديه ممكن تلعب بيه، مش هيحصل لها اي حاجه. ما بيطلعش الوان في الايد خالص، ضد الحساسيه والحاجات دي. بالظبط كده. وفي نفس الوقت ما بيطلعش الوان في الايد خالص لان الالوان بتاعته الوان طبيعيه. حلو. غير البلاستيسين الوانه مش طبيعيه شويه، الوان صناعيه، الوان بلاستيك. فطبعا بيبقى سهل شويه انها تطلع في الايد، والناس اللي عندها امراض جلديه او ايديها بتعرق كتير يعني بيبعدوا عنه شويه. حلو ماشي.
التشكيل بقى بالصلصال طبعا انواعه كتير. في ناس بتشكل بالتوث بيكس ممكن امسكها واشتغل في طبعا ممكن نشتغل بيها عادي جدا، مش مشكله خالص. الصابونه. هو اهم حاجه بس ان يبقى الطفل اقل من 3 سنين ما ينفعش يلعب بيه. اقل من 3 سنين. سامعين الاطفال الحلوين ما نلعبش في العجينه دي اقل من 3 سنين. الا بقى لو في حد قاعد معاهم كبار، لان طبعا دايما الاطفال بتحب عندها فضول التجربه. ممكن يجرب ويدوق. مخرجنا الجميل محمد عماره ده بص بقى لو عملت وشه بجد والله العظيم نديك مكافاه عليه. يعني اكلي ده سلم عليك من شويه. ماشي، ما هيش احفظ الوش مستحيل. مخرج ده حاجه كبيره، ده الكبير ده خلي بالك. اعمل لي كده بقى الوش، بس هو معصب بقى بقول لك يلا بسرعه فاضي على الهوا دقيقتين، عايز الجو ده انا. لا احنا ممكن بما ان احنا بنعمل جزر وحاجات فممكن نعمل جزر سريعه. احنا بنعمل الاول عظيم شبه الجزرايه بالظبط. لسه هعملها. هتعمل جزرايه؟ هعمل جزرايه لسه. طب وريني. عايزين نستغل كل وقت. انا عملت كوره. هتعمل شكل جزر؟ هعمل جزر. وبعدين هعملها شكل الكون. تمام. حلو. وبعد كده هقوم فاتح فيها فتحه من فوق. بسرعه كده. تمام. وبعد كده اقوم جايب صلصال لونه اخضر، هعمله الاول كوره، بعدين كده اقوم عامل سلندر. ايوه بالظبط كده. وبعدين هعمل لها حرف اكس، احطهم 2 عكس بعض. تمام. وبعد كده ابدا ادوس عليهم بالراحه. الله. تمام. يا يوسف. ايوه شفت يوسف بيتفرج عليك. هقفل بقى هنا الجناب الاثنين بتوعي. الله عليك. ايوه يا يوسف ازيك؟ الحمد لله حبيبي. شفت عجينه الصلصال عارفها؟ ايوه شفت بنعمل الجزرايه ازاي؟ جميله قوي. نحطها مع المرجوك دي. ازيك يا يوسف؟ الحمد لله. امرني يا حبيب قلبي، عندك كام سنه؟ عندي 8 سنين. 8 سنين. بتعرف العجينه اللي احنا شغالين بيها ديت؟ سلم على عمو محمود. ازي حضرتك؟ ازيك، عامل ايه الاخبار؟ استنى اجيب لك طبق. بتلعب بالصلصال في البيت ولا ما بتلعبش بالصلصال في البيت؟ بلعب طبعا. شكرا. بتعمل اشكال ايه طيب؟ بحب الصلصال قوي، وبعمل اشكال لاعبين كرة القدم. وبعمل اشكال الابطال في الكرتون. بص احنا جايبين معانا النهارده لعيبه كوره، وجايبين ملعب صغير ممكن نلعب بيه انا والشيف، نلعب كرة قدم النهارده ونشوف مين هيكسب بقى. طب قول لي انت بتلعب بالدو ولا بتلعب بالصلصال؟ يعني بتلعب بالعجينه ولا بتلعب بالصلصال؟ الدو. بتلعب بالدو؟ طيب حلو قوي. طيب اللي هو بينشف بسرعه. اللي هو بينشف بسرعه بالظبط كده. الوانه ما بتطلعش في الايد صح كده؟ طيب كويس جدا. بتعمل ايه اشكال ثانيه غير لعيبه الكوره؟ بعمل الابطال في الكرتون، وبعمل اشكال البشر. طب انا هسألك سؤال، انت تعرف ازاي الكاركترات اللي بتتحرك في الكرتون ازاي بتتحرك ولا ما تعرف؟ الشخصيات اللي في الكرتون بتتحرك، عارف ازاي بتتحرك ولا ما تعرفش؟ بتبقى رسومات متحركة. طب غير الرسومات المتحركة اتفرجت على زي حاجات قصص الانبياء اللي كانت بتتحرك بالصلصال؟ النهارده بقى هحكي لك اسرار بقى ازاي الحاجات دي كانت بتتحرك. وجبت معايا كاركتر منهم، بنحرك ايديه ونحرك رجليه ونحرك بقه ونحرك عينيه، شوف كل التفاصيل بتاعتها. تابع يا يوسف معايا تشوف حاجات حلوه قوي. حاضر يا شيخ. اشكرك يا يوسف. بتحب الاكل يا يوسف ولا لا؟ اكيد طبعا، مين ما بيحبش الاكل يا شيخ؟ قول لنا يا محمود، انت شاركت في عمل مسلسل كرتون بتاع اطفال. فارس القمر الخامس. ده كان مسلسل، كان عندي ساعتها 15 سنه 16 سنه. كنت مشارك في مسلسل اسمه فارس القمر الخامس، ده خد الجائزه الذهبيه في مهرجان القاهره السينمائي الدولي. حلو. في 2008. كان بالنسبه لي طبعا حاجه جديده ان انا اعرف ازاي الانيميشن اللي هو افلام الرسوم المتحركه اللي بالصلصال مش ال2 دي بقى اللي هي ال3 دي، ازاي بتتعمل وازاي بنحرك الكاركترات وازاي نعمل لها ليبسنج، نحرك الشفايف بتاعتها ونقفل عينيها ونفتح عينيها ونقفل ايديها ورجليها وازاي نخيط الحاجات دي صعبه جدا. جدا. بنشتغل فريم باي فريم، بنشتغل يعني حركه. فالحركه حركه، يعني مثلا احنا عندنا الدقيقه فيها 1750 فريم، يعني الثانيه الواحده فيها 24 ل 27 حركه. حلو. حاجه كده دوامه كبيره كده عشان تطلع في الاخر صوره حلوه، عشان تطلع ثانيه. يا دوبك ثانيه يعني. هو معقد جدا وصعب جدا يعني، وبياخد وقت كتير قوي. قول لي بقى ايه قصه علي بابا معاك؟ انا من وانا صغير وانا عاشق للقصص. ودايما كان والدي لما يحب يدينا النصيحه كان يديها لي بقصه. حلو. يعني كان مصروفي عايز ازوده. فكان ماشي معايا، فحكى لي حكايه بتاعه الطفل لما باباه اداله القرش وقال له ارميه في النار فرماه في النار. كانت قصه يعني هحكيها واقولها. حاضر. القصه بسرعه ان كان في ملك كان قاعد هو وابنه. فالملك اداله قرش وقال له ارميه في النار. حلو. فالولد بكل بساطه رمى القرش في النار. الاطفال الحلوين سامعين معايا شايفين؟ والكبار برضو والله. الكبار برضو قبل الصغيرين.
فالملك يعني زعل جدا من استهتار الولد انه ببساطه كده رمى الفلوس في النار يعني. حلو. فالملك قال له يعني انت مش عارف قد ايه اهميتها؟ قال له لا ما عندنا منها كتير. فالملك قرر ان هو يودي الولد ده حمله في الغابه، في الصحراء والغابه وكده، ويسيبه ويمشي ويشوف هيتصرف ازاي. حلو. فكان في الولد لما طلعوا في الغابه، الولد كان راكب على الخيل لحد ما نام. اول ما نام سابوه مشوا على طول رجعوا المملكه. حلو. فالولد صحي من النوم لقى نفسه مفيش حد حواليه، ولقى جنبيه نجار. فراح للنجار قال له انا ابن الملك وتايه، وصلني للبيت. قال له انا ما اعرفش الملك وما اعرفش حاجه، انا نجاره بس. حلو. فقال له طب خلاص اديني اكل وشرب. فقال له لا، اكل وشرب لازم تشتغل عشان تاكل وتشرب. فقال له لا انا ابن الملك، يعني انت ما تقوليش اشتغل يعني ازاي؟ فقال له لا بيصدق، بدا ده تصدق الموضوع ده حقيقي. طب بقول لك يا شكلها كده عشان ما نضيعش الساده المشاهدين عارفين يعني ممكن يقول لك دي حدوته. دي حدوته. انا عايز الاشكال الحلوه، بما ان احنا في المطبخ عملنا الجزر، نعمل شكل البتنجانيه. انا مش شايف هنعمل في اسود معايا، بس اسود من الالوان القويه جدا. يعني بقدر الامكان نركز على انواع الخضار. ممكن نعمل لو عندك حته لحمه ماشي في الموضوع، ماشي لحمه ورك فرخه ماشي يعني بص ما تحرمهاش. ممكن نعمل بتنجانه لونها احمر مثلا. حلو. نعمل بتنجانه لونها احمر. ايوه. هنعمل ايه؟ هنعمل كوره برضو. طب واحنا شغالين كده، قول لي بقى ايه اللي حبيبك وسبت التجاره والمحاسبه والفلوس ودخلت على عجينه الصلصال والفن الغريب ده كده؟ خالص انا بحب النحت والصلصال من وانا صغير جدا. حلو. بس كان لازم جدا عشان اعرف اكبر شغلي وابقى شغال فيه كويس واعرف اديره، لازم كنت اتعلم المحاسبه كويس، فنون الاداره، فنون التسويق، الحاجات دي كلها عشان ابقى اعرف امسك شغلي كويس. فلما درست طبعا الكلام ده في التجاره، سهل لي جدا امور ان انا اقدر اطلع الشغل بتاعي بشكل منظم وبشكل صحيح يعني. ساعدك يعني دراسه ساعدتك في مجالك برضو، في مجال الاداره، في مجال اداره الشغل بتاعي بالظبط. انا بدات في البتنجان على فكره. انا خلاص عملت كوره، وبعد كده عملتها شكل كون بس الا حته صغنطوطه. حلو. وبعد كده عملت كوره وعملت السلندر. بتنجان احمر؟ ما هو هنعمله احمر. خلينا لا عشان لو احمر انا ممكن استخدمه. لا طيب ماشي. بص انا هحط الكوره يعني ادوس عليها شويه واحطها. حلو. وبعد كده هقوم ماسك صباعي ده وهبدا ان انا هنزل الجناب من كل حته. يا شقي. ايوه اللون الاخضر ده. بعد كده هفتح فتحه من فوق خالص. حلو. واقوم مدخل ادواتك بسيطه. يعني ممكن نشتغل بقلم رصاص كده، حاجه راقيه بجد. ممكن نشتغل بقلم رصاص. حلو البتنجانه، بس هي لونها مش بتنجان. شكلها لا جميله والله. حلوه اوريك كده. حلوه. وبتنشف بقى دي وبتسيبها؟ لا الصلصال ما بينشفش. البلاستيسين اللي هو عجين، اللي هي مش العجينه، البلاستيسين اللي هو البلاستيك ما بينشفش، لكن اللي بينشف هو الدو ده بينشف يبقى صلب زي ايه كده يعني شويه. طب قول لنا ايه اللي في دول في لا ما فيش في دول كل دول بوليمر كلاي، كل دول صلصال حراري. صلصال حراري بيدخل الفرن بالظبط. والوشوش ديت عامل انت وشوش برضه بوليمر كلاي. ده فؤاد المهندس. فؤاد المهندس والله العظيم انت اللي عامله. استاذ فؤاد المهندس الكوميديان الكبير الله يرحمه. الله يرحمه. الاستاذ عادل امام. انت مش مخلي حد. حلو قوي. في حاجات ما لسه ما لحقتش اجيبها ان شاء الله اجيبها. زي الفل والله. او الاشكال الجميله، الصور الطبيعيه دي كمان حلوه. كل ده بوليمر شغل ايدك. كل الحاجات دي بتستفيد منها ماديا؟ اكيد طبعا. يعني انت مثلا بتروح مثلا بعد ما بتعمل الحاجات دي بتعرضها مثلا في متحف؟ احنا عملت قبل كده 3 معارض. معرضين تبع وزاره الثقافه، كان في قاعه عبد السلام الشريف وقاعه بكير في نقابه الصحفيين. حلو. وعملت بعد كده كان دكتور طاهر عبد معارض برضو يعني. يا ام جودي. ايوه يا سيدي. ايوه يا ست الكل. عيش مع البتنجان شفت انت ازيك يا ام جودي؟ الحمد لله. امورين يا ست الكل. بعد اذنك يا سيدي، انا الاول بس عايزه اسلم على الاستاذ محمود واقول له كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه. تسلمي. شكرا. اتفضلي معاكي. والاشكال اللي حضرتك عاملها جميله خالص والله. الله يبارك لك. معاك عندك اطفال حلوين يشوفوا الاستاذ محمود النهارده وانت عجبت الصلصال؟ ايوه بس لسه صغيره خالص، هي مش هتعرف تلعب بالصلصال. ايوه يعني احنا بنهدي الحلقه الجميله دي النهارده للاطفال الحلوين اللي بيتابعونا علشان نحببهم كمان في ان هم يضيعوا وقتهم في حاجه مفيده. صحيح والله. والكبار كمان يا شيخ. الكبار يعني ممكن واحد يقعد احنا اتعودنا ان حضرتك تقدم لنا كل حاجه حلوه يا شيخ والله. الله يبارك لك. بعد اذنك يا شيخ عايز اعرف عجينه السمبوسه. عجينه السمبوسه. دخلنا في الاخر على عينيا. حاضر. السمبوسك. حاضر يا ست الكل. هنعمل النهارده سمبوسك بالجبنه. تحت امرك. السمبوسك دي يا شيف اللي هي لحمه في النص او جبنه وتتقفل مثلثات عليها، بنقفل العجينه. هنقفل دلوقتي مع بعض ونعمل برضو عجينه
ونقفلها بالسمنه. لا انا اخري ايه، اعمل بيضتين تمام. لا زي الفل اعمل والله. بطاطس ده فن محمره. محترم بجد والله. ربنا يكرم حضرتك يا رب. حبيبي ربنا يكرم نتكلم حضرتك. بقى عن الموضوع. بيديلك ربح مادي؟ يعني انت بتشتغل بتاخد من وراه فلوس؟ انا شغال من 2009، عملت منهج سجلته في مصر في شهر عقاري مصري. وعامل اكاديميه بتعلم بالظبط فيها كده، كورسات والحاجات دي. بالظبط. فعملنا كورسات، فطبعا ده بقى بيعمل شغل كويس. بلس عندنا تيم كبير كمان شغالين في كذا مكان في مدينه نصر ومصر الجديده والمعادي، في كذا اماكن في القاهره. طبعا ان شاء الله يعني باذن الله قريب جدا هنكون كمان بره مصر ندي الحاجه دي دوليا كمان، لان ده حاجه احنا اللي عاملينها في مصر. منهج مصري كامل يعني ما فيش حاجه فيه من بره. حلو. من 2009 احنا شغالين فيه طبعا كل سنه عاملين والاطفال نطوروا. بيحبوا الحاجات دي. طبعا احنا بنطور اطفال كتير جدا. احنا بنوصل للاطفال انهم يعملوا فيلم انيميشن. يعملوا فيلم انيميشن متحرك بالصلصال ده. طبعا ده شيء مميز جدا ومهم عندهم. يعني مثلا ده كاركتر من الكاركترات اللي احنا بنعمل لها انيميشن. حلو. مثلا ده دي ايدين عباره عن بتتشال وبتتحط. حلو. تمام. اهو سلك كهرباء. وده صلصال بوليمر كلاي بنحط الايد. تمام بالشكل ده. الايد بتترفع. وبننزلها وبقفلها. حلو. وبفتحها. تمام. والوش نفس الكلام برضو، بلفه يمين. حركه الوش بالظبط كده. وبيبص فوق بيبص تحت زي ما انا عاوز خالص. والعينين بقى بتبقى فاضيه. العين دي احنا بنضيف عليها النقطه السوداء وبنحط عليها البق. يعني احنا مثلا بس طبعا البق يعني ما يبقاش بالشكل ده. بس يعني مثلا انت بتقعد تتخيل الشخصيه وتبدا تحولها من التخيل للواقع. بالظبط كده. بالظبط كده. كده. الموضوع في الاخر برضه هو فن. زي ما دايما نقول المطبخ رؤيتك للحاجه، والفن والابداع. نفس الموضوع محمود بيطبقه في عجينه الصلصال الجميله اللي بيحبوها الاطفال. احنا النهارده معانا مفاجات، معانا اكل حلو كمان، معانا اكله سعوديه شهيره اسمها المرجوج باللحم الضاني، الخضار مع العجين. يعني الطبق ده لوحده كده على السفره يا حوده مش عايز اي حاجه. لا انا ماما بتتفرج. ماما انا هروح النهارده تحيه كبيره لمامة محمود. هنطلع يخليك. فاصل صغير ونرجع نشوف مع بعض السبوسه بالجبنه نقليها ازاي وما تفكش مني في قلب الزيت. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وعايزين نقول لحضراتكم ايه اللي بيحصل في الفاصل عشان تعيشوا معانا القصه كلها. قال لك والله اذا كان الموضوع سهل بالشكل ده، الواحد يعمل شويه كوسه شويه باذنجان ويعمل سله خضار حلو قوي ويقعد بقى على اي نص شارع ويبيع. ينفع؟ لا طبعا. ما هم الصينيين عملوا بيت صناعي. والله انا شفت شفت. ايه رايك في الحاجات اللي بتشوفها انت كده على السوشيال ميديا؟ بيت صناعي، مش عارف فول صناعي، الحاجات الجميله. اللهم اني صايم. ايه الريحه الحلوه دي؟ الدخان ده اكيد في بخور تحت طلعت الدخان صح؟ ده جامده جدا الشوربه دي. اسمها شوربه الشعريه. انا بموت في ريحه الشعريه. الريحه وصلت وهي بتتحمر وتنزل عليها بالشوربه. صايمين يا شيف. ايوه. بعذبك انا النهارده. ايوه. انت بتخش المطبخ مع مامي كده وتشوف الشغل ده؟ لا ده انا دقر في المطبخ. انا برج الجدي، فاللي هو بيغسل صحون، الف محشي. يعني بعمل رز. بتساعد مامي في المطبخ يعني؟ بس هي بتندم انك بتخش المطبخ. لان انا فظيع في المطبخ. لا فظيع يعني. بتكركب الحاجه. لا انا بحب. بس ممكن حضرتك تفتح الاول الموزه دي. الموزه دي موزه احنا حطينا اصفر وبعدين حطينا اخضر. طب والله سهل علينا الموز. ده الموز ابو نقطه. يا عمار. شفت الموزايه ديت؟ قلت عملت بسله. حلوه عجبتني في الفاصل قلت اعمل بسله كمان. مش بقول لك هتجيب احنا حاجه جميله جدا. بس اللون شويه ما انا ما رضيتش احط الابيض عشان مش هيبان قوي. حلو. فقلت اخلي اصفر احسن مع عجري. انا عاجبني اكتر حاجه في الموضوع بجد بامانه القرن الفلفل ده والجزرايه. بصراحه اعمل لي حته لحمه بالمره. حاضر. حته لحمه كده تطر الموضوع. حته لحمه. طيب عماره بعد اذنك حبيب قلبي نشوف شوربه الشعريه اللي انا عملتها، الريحه القويه ديت عشان الساده المشاهدين يعرفوا الطعم الحلو بيجي منين. شوربه الشعريه بالجزر مع الجنزبيل. هو ده الكلام. جنزبيل من العناصر يا محمود اللي بتحرك الدم في الشرايين. شوربه الشعريه بالجزر. معانا شعريه بتاعتنا العاديه خالص، ومعانا جزر متقطع كريات صغيره مكعبات صغيره، وحبهان ومستكه مع السمنه البلدي معلقه، والشوربه اللحم اللي موجوده في الثلاجه من امبارح. كان عندنا فرخه امبارح عملنا لها صينيه بطاطس، ومعانا شوربه لحم، ومعانا ملح وفلفل التوابل بتاعتنا بسيطه. مقادير بسيطه على الشاشه، بس طبق الشوربه بجد لا يقاوم على السفره. ده مهم جدا. عايزين نتكلم على حاجات في الثلاجه بنشوفها لازم ان احنا نستخدمها تاني يوم. هاخد الشوربه دي كده بقى نقلها على النار دي تستوي براحتها، وابدا في طبق مهلبيه جامد جدا. مهلبيه قمر الدين. قمر الدين مش سايبينه في حاله. مهلبيه بنعمله، مشروب بنعمله،
حلو الكلام، مهم جدا. تعالوا نعمل قمر الدين مهلبيه، نشوف مقاديرها يا عماره بعد اذنك كمان بالمره عشان نشوف عم محمود بيعمل لنا ايه النهارده. يلا ادي مهلبيه قمر الدين. بنفك الكيس بتاع القمر الدين ونحطه في ميه على النار. سهله دي يا عم الشيف. المقادير على الشاشه، معايا قمر الدين ومعايا سكر ونشا وفانيليا وجوز الهند للتقديم ومكسرات، ممكن يكون لوز ممكن يكون فستق. مقادير على الشاشه، قمر الدين مهلبيه، طبق حلو بعد الفطار كده بعد ما نصلي التراويح وربنا يكرمنا. معانا السكر والنشا والفانيليا وجوز الهند. حلو الكلام، ادي المقادير على الشاشه. طيب يا محمود يا حبيب قلبي، وانا بعمل المهلبيه قول لي بقى طقوسك في رمضان كشاب من الشباب، اي نعم بتمارس هوايه جميله جدا ممكن تعملها تضيع وقت فراغك فيها. يومك بيعدي ازاي في رمضان؟ قبل ما ابدا في يومي في حاجه مهمه عشان في ناس كتير قوي مش عارفاها. ان الاطفال في سن من قبل سن 7 سنين يا ريت ما يصوموش. يا ريت قبل 7 سنين يا ريت يا ريت ما يصوموش، لان هم محتاجين كميه بروتينات ومحتاجين ميه وسوائل وحاجات زي كده كتير قوي. فلو صاموا قبل سن 7 سنين هيبقى ده شيء مضر ليهم. يعني لو يصوم مثلا ساعتين 3 يفهم بس نعوده يعني البدايه كده يعني. لكن يبدا من سن 7 سنين يبدا يعني يصوم لحد الظهر لحد العصر. من بدء بقى من 10 حسب سنين ما قدرته. والله في اطفال بتبص بتعاند الكبار ويقول لك انا صايم. معلش بس اصغر من كده هيبقى صعب ان هو يصوم. طيب. اما بالنسبه ليومي انا بقى طبعا بيبقى عندنا الحضانات والمدارس والسمر كامب بدا خلاص في الحضانات كلها. فطبعا بيبقى عندنا الضغط بتاع السمر كامب في الحضانات كلها. بس انا بروح عندي عادات كده بقوم بيها، ان انا بلعب رياضه لحد لما الفطار يأذن. حلو. المغرب يأذن على طول. بفطر بقى حاجات خفيفه يعني، ما بفطرش جامد قوي، انا بحب اتعشى واحب اعمل 3 وجبات بعد الفطار على طول. ده كويس. غير بقى الصلصال طبعا، ده الصلصال ده يعني ده ادمان. انا حاولت كذا مره افكر ابطله، لا ما عرفتش. خلاص دي هوايه، انت خلاص بتهواها يعني. يعني انا كمان كنت في امتحانات ايام الثانويه العامه كنت بخش بصلصال في جيبي، ما اعرفش طيب اعيش من غيره. سؤال مهم بقى بيهم الاطفال دلوقتي. في اطفال بيبقى عندها حساسيه جلدها ضد العجينه والحاجات دي كلها. تمام. حضرتك ازاي يعرف ازاي قبل ما يخش بقى في اعماق الموضوع، مسك عجينه ايده باظت، مسك عينيه دمعت، عينيه وجعته، فتنصح بايه هنا الاطفال؟ لان الحاجه ديت اكتر بتخص الاطفال اكتر من الكبار. خلينا نبقى الفكره كلها ببساطه ان الصلصال طبي. لا ما فيش حاجه اسمها صلصال طبي. ده يعني معلومه في مصر بيقول لي لانه كان هو صغير يلعب بعجينه. عارف وجربت الصلصال الطبي مربعات الكيس ده. ايوه عارفها. شفت ازاي؟ لا ده مفيش حاجه ما عدتش من عليه يعني. الوز عوام. هقول شويه صفات اساسيه كده. لو ما لقيناهاش في الصلصال يبقى الصلصال ده وحش. وحش يعني ما نجيبوش ما نقوبش منه خالص. ليه بقى؟ عشان مضر. ده اللي بيعمل امراض جلديه للاطفال. حلو. اول حاجه ان لما اجيب الصلصال في كيس دايما بيبقى موجود على الصلصال زي غطا ليه كده. لو مسكت الكيس لقيته مزيت ما اجيبش الصلصال ده. ما جيبوش هو الزيت اللي فيه كتير قوي. المعلومات دي بيجيب امراض جلديه على طول. يعني لو الكيس مزيت ما جيبوش. يعني ايه تاريخ صلاحيه؟ هو اي صلصال ليه تاريخ صلاحيه بتتراوح من تقريبا من 2 ل3 سنين. حلو. بس الطبيعي انك اول ما تمسك الكيس تلاقيه مزيت على طول ما تجيبوش. حلو. ده الف ب كده بالنسبه للصلصال. تاني حاجه ان ما اجيبش ريحته نفاذه، يعني ما اجيبش الصلصال ويبقى ريحته جامده جدا وحلوه قوي. فاجيبه عشان خاطر ريحته حلوه، لا هو بيخبي ورا الريحه دي كوارث. جوه الصلصال. قول لنا على الحاجات دي مهمه جدا. دي حاجه مهمه. بس بقى لما اجي اشتغل بالصلصال ما يبقاش يعني مثلا انا معايا الاصفر اهو. اجيب على كف ايديا، اجيب القطعه على ايديا، اقعد اعمل كده. حلو. في لون طلع على ايديا؟ لا. يبقى الصلصال ده كويس. الله. تاني العلامه دي عشان انا هجيب صلصال ايا كان نوعه. ايا كان نوع الصلصال عايز اعرفه انه كويس ولا حتى لو دو، حتى لو عجينه مش البلاستيسين، مش حتى لو مش الصلصال. هعمله على ايديا على كف ايديا. طلع لون يبقى الصلصال وحش. يعني معناه ان الصبغه اللي فيه كتير قوي. حلو. لو جيت عملته يعني لو ما طلعش لون خلاص يبقى هو ده الصلصال كويس. حلو. ممكن يبقى هو نفس الصلصال كويس بس في منه الوان بتطلع صبغه زي الاسود. الازرق، الاخضر الغامق. لو طلع لون ما نخافش. ما نخافش قوي لان اسود والاخضر الغامق والازرق الغامق والاسود. حلو. دي الوان بتطلع صبغه في الايد بس مش قوي يعني. مش لدرجه ان ايدي تبقى لونها اسود يعني. حلو. تمام. لكن الضوء لا، الضوء عمره ما يطلع الوان. حلو. العجينه عمرها ما تطلع الوان.
طيب. وطبعا الناس اللي بتعمل عجاين في البيت اللي هو يجيب ملح ودقيق وميه ويخلطهم مع بعض ويحطهم ويقول دي عجينه. دي عجينه بيتزا دي. اولا هي مكلفه عن اللي موجود بره في السوق من الصلصال. حلو. ثانيا كميه الميكروبات والجراثيم، يعني انا انصح حضرتك في ده بالنسبه ان حضرتك يعني في مجال الطبخ بقى لحضرتك فتره طويله اكيد ان شاء الله يعني. فالنقطه بتاعت ان الملح، هل الملح بيموت كل الميكروبات والجراثيم اللي موجوده في الاكل؟ لا طبعا. كافي انه يموت؟ لا طبعا. يا ريت الناس تسمع بقى يعني يا ريت، لان كل شويه حد يقول لي انا بعمل لابني العجينه بتاعت الصلصال من ملح وميه وقمح ودقيق، فالعجينه اكيد خلاص كده الملح موت الجراثيم اللي فيها. اقول له يا سيدي لا، الملح ما بيموتش الجراثيم والميكروبات بالشكل الكافي. لازم في مواد كيميائيه تتحط في المصانع عشان تخلي المواد دي كده. فيعني اهي شهاده من حضرتك كويس جدا للموضوع ده. يا مدام ليلى. ايوه يا شيف احمد. ايوه يا ست الكل. ازيك؟ كل سنه وانت طيب. شفت احنا مش ناسيين اطفالنا الحلوين أيوة ازاي؟ حاجه جميله، احفادي مش ناسيين الاطفال الحلوين. احفادي بيتفرجوا عليك اهو. شفت ازاي برنامج شيف ونص. بس هات لنا اشكال بقى، يعمل الاستاذ يعمل اشكال حلوه كده، خضار حاجات. وانا قلت له بصراحه يعمل لي سله خضار. ايوه يوفر عليا شويه. انا عايزه كمان اطلب منك طلب يا شيف. اتفضلي. من فضلك بس تكتر لنا الحلقات بتاعه الاتيكيت. كانت حلقه تحفه. لا تقل عن حلقه النهارده. الله يبارك فيك. حلقه النهارده جميله برضه قوي. حلو. عجبتك حلقه الاتيكيت؟ كانت معانا قوي. يعني عايزين 3 حلقات اتيكيت و3 الوان من دي، وبلاش بقى التغذيه والبتاع، شبعنا بقى من التغذيه. ايوه حاضر. عشان الاجيال الجديده يا شيف احمد يتعلموا. التغذيه مهمه برضه يا حاجه. التغذيه برضو مهمه، ان احنا بقى طول السنه بنستضيف الدكاتره بتوع التغذيه، خلاص حفظنا. لكن الحاجات الجديده الاتيكيت دي انا نفسي جدا واستمتعت بيها. الله يبارك فيك. الله، واحنا اللي انت بتحبيه احنا هنعمله. ربنا يخليك يا شيخ احمد، ربنا يخليك. الف شكر. كل سنه وانتم طيبين. طيبه. والساده المشاهدين بخير. ما انا هقول لحضراتكم على حاجه، لازم نرضي كل الاذواق. الاطفال مش ناسيينهم. معانا فريق اعداد شاطر، فكرنا في حلقه الصلصال، وبرده بيكون معانا حلقه نجم، برده ممكن نغني، ممكن نعرف معلومه. يعني كان معانا دكتور اسنان، عرفنا اسنان، تخصص اسنان الاطفال، وحاجه قال لي عليها تسوس الرضاعه. تسوس الرضاعه دي كانت حاجه بالنسبه لي جديده والله بجد، ان الام لغايه الموضوع دلوقتي، يعني حتى اي ام بشوفها بنصحها ان الطفل ينام واللبن امه في بقه. انت كنت بتنام واللبن الحاجه فيش بيبي مش فاهم حاجه ولا فاكر. شفت ازاي اهو الراجل اعترف. فانت هنا حريصه دي، يعني بص الشهور الاولى دي خلي بالك بعد ما يبدا يسنن الطفل عشان يتقاس، لان السنان بجد ما تتعوضش. ممكن الواحد يضحي باي حاجه الا سنه، خلوا بالكم بجد والله، لان بعد كده بتحصل في مشاكل كبيره، زراعه سناد وشغلانه بقى، وتخش في زراعه حديد ولا صلب وشغلانه بقى، وانتوا عارفين مصانع سنان. مصانع بقى. انا ما اللي حبيت ابدا السفره بتاعتي بالحلو. ايه رايك يا حوده؟ الله، ده جوز هند علينا فوق. قمر الدين بجوز الهند. فاضل زبيب بقى، يعني جوز هند هنا مع قمر الدين. الاثنين مجتمعين مع بعض. ايوه زي الفل. هنخليها هنا كده مع بعض. وهنستاذن مخرجنا الجميل نطلع بمقادير السمبوسه، بما انها طلبت النهارده السمبوكس بالجبنه، عشان نلفها مع بعض وندردش مع حوده، نشوف مع بعض اسرار عجينه الصلصال واحنا بنعمل السمبوسه. السمبوسه بالجبنه، معانا جبنه حبينها، موزاريلا بيمشي الحال، شيدر بيمشي الحال، قريش بيمشي الحال، حسب نوع الجبنه. انا عاملها النهارده شيدر وبقدونس ناعم او ريحان اخضر مع زيت للقلي، وتقفيله السمبوسه اللي احنا عارفينها معلقتين دي مع شويه ميه صغيرين. حلو الكلام؟ حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل السمبوسه بالجبنه ونقليها في قلب الزيت. تعرف تساعدني في عجينه السمبوسه؟ اجي اساعد؟ تعال. ايه ده بجد؟ الله، واضح انك ايدك بتطلع منها حاجات حلوه. انا بحب الطبخ جدا. فانا عامل قدامك واحده، وانا متاكد انك هتعمل واحده واثنين وثلاثه حلوين بجد. الله بجد والله. بس هقول لك على حاجه، واحنا لما نسيب العجينه نشتغل بالاكل عادي؟ المفروض نغسل ايدينا طبعا. لا طبعا اكيد صح. ايوه استاذنك عشان استاذن شويه، او تلبس هنا كلافز هنا اهوت وساعدني. ايه رايك يا عماره؟ حلو. تعالى يا حبيب قلبي. هلبس جلافز، هعمل عمليه انتحاريه. يلا انت دمك زي العسل. ربنا يكرمك يا رب. وعايز منك كده واحنا شغالين بقى نصيحه للشباب. انت طبعا يعني بتحب الشغل، وسبت التجاره وسبت الفلوس وسبت المحاسبه واشتغلت في العجين بانواعه، وبتطلع اشكال حلوه وحاجات جميله. لا انا خلاص بعد كده هعمل عمليات بقى. بص خلاص لبست جوانتي بقى وخلاص بقى. يلا
ادي البقدونس او الريحان مع الجبنه الموزاريلا، وما نحطش اي توابل تانية. انا هلف قدامك واحده دلوقتي. خلي بالك عشان لما تروح للحاجه تيجي تقول لك تسلم لي يا حبيبي. يا رب ماما النور يقطع عشان ما تشوفش وتقول لي بقى. تعالى لف سمبوسه. ايوه طيب تعالى اهو. يلا يا حاج ام محمود. محمود بيلف السمبوسه. خلاص شفت الجبنه قد ايه؟ ده ونلف بقى مثلثات. لا طب ايدك لازم شوف ماسكه ايدي من تحت. وطي كده شوفها من تحت، لازم تفرد صوابعك كده. ايوه وتدخل بحيث ان هي تقع في النص. ايوه يعني عشان اعمل صباعين كده أيوة. وننزلها بالنص أيوة. من هنا كده. شفت ده كده ايه ده؟ لا ثانيه فلتت دي مني، فلتت. معايا واحده كمان معلش كده اهو. ما هي مثلثات. ونيجي بالدقيق ده كده. ده دقيق معلقتين دي مع شويه ميه. بندوب معلقتين دي لازم ثانيه اهو. انا عملت واحده اهي، اول واحده انا عملتها لوحدي. ياخد حقوق الاخرين. بلاش حطها الطبق، حطها من تحتك. حاضر اهو طبق كده فاضي. ايوه حبيبي تسلموا ايدك. ايوه اهو حلو. السؤال بقى اللي اتسال لي على الفيسبوك قبل ما اجي النهارده، هو الاكل اللي بيتعمل ده بيروح فين؟ يا نهار ابيض. انا الناس سالت السؤال ده وانا قلت لهم هسال. المظلوم في الموضوع ده مين؟ مخرجنا الكبير عماره. ايه؟ والله اقول مين اقول المخرج. ما انا عارف قلت المصورين مين المصورين، لو قلت الاعداد مين الاعداد، الفنيين مين الفنيين، الانتاج مين الانتاج، فبقول المخرج. خلاص المخرج ده بيتظلم معايا في كل حاجه. مش حمال اسيه يا عماره انت كل يوم. والله العظيم السؤال بقى ماشي في امان الله. بقول لك صوره يا شيف. تعرف بقى الشيف والنجوميه. اول سؤال يسالك الاكل بيروح فين؟ مش يقول لي مثلا البشاميل يتعمل ازاي، اللازانيا الاكل بيروح فين؟ الاكل بيروح انت كمان ولا بتشوف. والله العظيم جرب يشوف واحده. عارف انا هخليك تلف دلوقتي واغرف انا الشغل. عايز اتخيل اللفه. انا عايزك تلف بلاش دي كده. هات لي واحده طويله كده. مظلوم يا عماره انت يا حبيبي. بص بقى اتفرجوا احنا هعمل ازاي الجلاش. اسمه جلاش ولا اقول سمبوسك؟ عجينه السمبوسه. عجينه السمبوسك. وريني كده بقى تلف ازاي. بس الاول عشان هم كذا واحده ببعضها، انا عايز واحده خفيفه. ايوه انا فنان برضه ليا لمسه. معقوله طبعا. قطعتها اهو. انت قلت لي يا شيف اعمل ايه؟ افتح فرق في النص اهو بين صوابعي. ايوه عشان يشيل حشوه. ايوه. واحط الجبنه وفيها البهارات. الله على الشوربه. الله على الشوربه مش الله على لفي. لا الشوربه خلينا بص الشوربه اهي. ماشي اهو. الجزر مع الشعريه. اوعى وش. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. محدش يبص. يلا خلينا كده. هو انا بعمل ايه؟ وريني كده عملت اهو مثلث اهو. مثلث اهو. مثلث الرعب. معلش اهو مثلث ده ولا مش مثلث؟ اهو مثلث يا بتوع المدارس. تعال نعمل لك واحده كمان اهو. استنى احط حد هياكل الكلام ده؟ حد هياكل الكلام ده؟ شفت بقى بص شفت العجينه. حلوه دي خفيفه. ايوه طيب خد دي كده. سليمه. حجه البليد. ايوه مسحه تخته. قال لك دي خفيفه. طيب يلا خفيفه. ما نعرفوش التخته. طيب ما نعرفوش التخته والله. التخته اللي هو السبور. يلا التخته دي السبوره. انا كنت فاكرها الترابيزه والله. مش بتختلف في البلد. طب ليه؟ انا اخد حته اهي. قطه. على قدي لانها هتسيح في الزيت يا محوده. حاضر. يلا عسل. او اعمل بقى مثلث. الف الاول. غلط من هنا من الشمال. اعمل ايه بقى؟ ايوه جيبها شكل مثلث اهي. ايوه. وبعدين نلم مثلث على الثاني تسوي الاضلاع. اهو بص يا ماما اتفرجي اهو والله مثلث اهو. شوف اهو مثلث. بص تعال خليك ركز معايا. حاضر. انت فنان في مجالك بصراحه يعني. بص كبير بس ما ينفعش هتتعلمها. بص الصباعين اللي تحت يكونوا في فراغ بينهم. واحط الحشوه اللي انا عايزها. جبنه هرم من جبنه. شوف دي كلها جبنه. يا نهار ابيض. دي بتاعت عماره دي. دي بتاعت انا بقى. دي سلسله. بص هنعملها لك في يومك. بص شوف الجبنه قد ايه هنا. ده في لا حط بقى جبنه. بص حط جبنه للصبح. عندك جبنه كمان. ده انا بخيل. شفت الجبنه قد ايه؟ انا بخيل. جبنه زي الايس كريم مليانه ازاي. 2 بوله ب 36 جنيه. لا احنا نفتح ده زي الفل. انا نفتح ده. العماره بتاعتك دي عماره. دي لما تتقلب في الزيت اتفرج عليها. تقريبا احسن جبنه. بص يا نهار ابيض. واقفلها كده بالراحه وهنقلها في الزيت دلوقتي. اتحداك دي لو تفك. في ناس بتتفرج عليا منظري وحش خلاص. كمان واحده. انا هحط بص انا حطيت دي سمينه مبطرخه. دي مبطرخه. ايوه كده. هو مقفل دي كده. ايوه كده اهي. تعالى بص صح كده. انا استنى بص عشان ما نبص العجينه نلف 5 6 بيض في الطبق. ماشي تضحك علينا. ماشي. بص تعالى كده. بص فضيحه. العجينه بص شوف صباعي فين. تخيل صباعي فين. ايوه صفحه حرف 7. ايوه. ونحط الجبنه كده.
في النص. في النص حط شويه صغيرين بلاش كتير في الاول. سيدي. بص واجي من الشمال كده واقفل كده. ثانويه عامه كانت اسهل والله. ثانويه عامه بس بص كده في هنا متساويه العجينه. واجي اقلبها كده. الله. واجي حاطط الجبنه اللي انا عايزها بقى هنا القرطاس في ايدي اهو. انا كفايه عليك جوانتي. حلو قوي جوانتي كويس جميل. طيب حلو. كنت صبيت انا الشوربه وصبيت البشاميل. خلاص خلصت. الله. بص اللمسه كمان ده انا اخر صلصال. انا تمام صلصال زي الفل. تمام لفينا العجينه. في تاني نلف هنا. خلاص خلصنا الحمد لله. تمام زي الفل. يكفوا دول. انا اللي لفيت الحاجات دي على فكره اهو. قول لي يا محمود لو انت ما كنتش بتاع صلصال وفنان في الصلصال كانت هوايتك تبقى ايه؟ كنت حابب تبقى ايه؟ حابب ابقى ايه؟ ابقى طيار. يعني لما تشوف مثلا طيار تشوف ضابط تشوف انا كان نفسي ابقى طيار. كنت حابب من المرتفعات. تحب انك تطير. انا اصلا نطيت في المظلات. هجيب لك طياره هجيب نطيت انا من شايفين المرجوج؟ اوعى هو ده المرجوج السعودي. انا صايم صح؟ أيوة. فكرني يعني دايما وانا واقف هنا فكرني اديني لغزه انت صايم انت صايم. طيب نحط الزيت جنبك كده يسخن خلي بالك عشان بص وزيت جنب انا عشان لما يجي فيا انا صح؟ ماشي. طيب ماشي. هنتكلم عن عجينه المرجوج. امتى نعرف ان هي استوت وامتى الخلطه الجميله الحلوه ونشوف فكره الاكله الحلوه دي كده. انا ممكن اغرف على فكره. تعال اكيد. تعال بس انا عايز انت متاكد من الفكره دي؟ قصدي طريقه الغرف لها طريقه. طبعا. شايفين العجينه مستويه ازاي؟ طيب شايفين العجينه؟ محدش يتريق. محدش يتريق. ادي اللحم الله اهو مع الخضار. ده مش الجزر بتاعك. لا ده جزر بقى. ايوه هو في جزر كبير كده؟ ده الجزر انا عارفه الجزر صغير. اهو وده ورق لورا صح كده؟ ورق لورا واللومي. لا ده انا طباخ. والكوسه لازم تكون سليمه بالشكل ده كده. مفيش روزميري صح ولا في روزميري؟ لا ما بتحطلهاش روزماري. لازم روزماري هيخش كده على المطبخ الايطالي. دي اكله عربيه اصيله. بحاول اجيب معلومات كلها في مره واحده. طيب خبرتك انت بتحب المطبخ؟ انا بحب المطبخ. بتحب تغسل؟ بحب المطبخ جدا. تغسل الاطباق؟ بحب اغسل الاطباق طبعا اكيد بغسل حلو. ما بتغسلها بعدين مش مشكله بس بغسل. مشكله صعبه دي خلي بالك. والله والله ده حقيقي. شفت البتنجان والخضار لازم يزين الطبق ده بتاعي. بس جديده بالنسبه لي الليمون الاسود ده بصراحه. ما هو الليمون الاسود ده الختم بتاع الكبسه. عارف الجنسيه اللي لما بتعمل كبسه لازم انا عارف يحطوا دايما الريحان يحطوا البتاع الاسود ده اسمه ايه؟ الريحان مع الكبسه اهو في اللي هو الريحان والايه بقى؟ خليك في العجينه بتاعتك خالص. يا شيماء ننصح الناس. حلو. دي كده الايه؟ العجينه. وده العيش عليه من فوق. ده العيش اهوت. يعني هو ده بياكلوه من غير رز طبعا. لا ده من الاكل دي مش عايز رز خالص. ده هو العيش على طول بيتاكل مع الحاجات دي. شايفين ده المرجوج السعودي. تحيه كبيره انا بيحب الشعب بيعمل اكل. الله يبارك لك. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. حلو. تعالوا بقى ايه نمسح الطبق. الكوسه وبتنجان مش متقورين. قول لنا يا محمود يا حبيب قلبي. امرني. خلينا اشغلك في حاجه ايه تنفعك. حاجه مفيده. عيوني بس نحمر السمبوسه عشان السمبوسه مزاج. في سمبوسه كبيره هنا اهي في ثانيه. الاول صحيح المفروض نرمي ملح الاول جوه الزيت عشان ما يطشش في وشنا صح كده؟ لا ده في طيب صح. سمعت المعلومه دي. احنا هنلم الليله دي كلها عبالي في شطه بقى عشان رايح اقعد في الحصري بيها. خلي بالك. طيب عايزين نقول السمبوسه بتتحمر طبعا. المرجوجه هحطه هنا كده استاذ مخرجنا الجميل اهو. اللهم صل على النبي. مع شوربه الشعريه مع الجزر مع الحلو قمر الدين مع السمبوسه بتاعتنا بتتحمر. وهندردش انا ومحمود كده عشان ننهي الحلقه بتاعتنا اللي بنهديها لكل الاطفال الحلوين. بنهزر. عرفت معلومه مهمه جدا النهارده ان عجينه الصلصال مش ضاره ولا هي سامه علشان الاطفال الحلوين يمسكوها بايديهم يلعبوا فيها. الطفل بريء طبعا ممكن بتلقائيا بياخد العجينه ويروح بقى عند بقه. فده يعني علميا وصحيا ما فيهاش اي مشكله. الصلصال العجينه او الدو النظيف بعيدا عن الشروط اللي احنا اتكلمنا فيها لو الطفل حطه في بقه زي ما ياكل زي ما يخرج على طول. دي بتاعتك يا عمار اخدها. ده كان تيمون وبومبا. ده بومبا. تيجي تحطها فيها مفتاح قلبي معاك. مش طبعا معاك مفتاح قلبي خلي علقه هنا. يقع في الزيت بقى. هو ده. جميل قوي. حلوه. دي بتاعتك ماشي. عايز ايه كمان بقى؟ لا ما الحاجات دي بتاعتنا خلي بالك اللي بيجي هنا. طبعا ما طب والهدوم تمام؟ الهدوم حلو الكلام. السمبوسه تطلعها لا خلي لك كده ما تروحش. انا عايزك بعد ما تخلص خلي بالك.
السمبوسه طبعا عشان نحمرها وتطلع مظبوطه يا حوده تعالى. أيوة. لازم ننزل في الزيت وهو سخن. شوف انت بتكرهني خاصه بتحط وشي في الزيت للدرجه دي. طيب حاضر. ليه بقى السمبوسه بالجبنه؟ لانك لو نزلت بالزيت بارد الجبنه هتفك في قلب الزيت والعجينه معاك هتحمر كل حاجه، بس الجبنه كتر ما هتسيح هتتحول لسائل تنزل من العجينه، فلازم تنزلي بالسمبوسه بتاعتك خاصه لو كانت بالجبنه في الزيت وهو جديد تتحمر بسرعه وتطلع. طب لو لحمه؟ لو باللحمه عادي مفيش مشكله، نحطها والزيت عادي. نحطها عادي بس خلي بالك ممكن نعملها بالشكل اللي احنا حابينه. ماشي. خلينا نرجع لعجينه الصلصال اللي كانت حلقتنا النهارده حلقه مميزه جدا بنهديها لكل الاطفال الحلوين اللي بيشوفونا على شاشه النايل لايف. انا قلت لحضراتكم من بدايه شهر رمضان كل يوم على شاشه النايل لايف معانا نجم، نجم في المجال اللي بيحبه، نجم في الهوايه اللي بيحبها، في الحاجه اللي بيحب يمارسها. ممكن يكون دكتور بس بيمارس هوايه الرسم، ممكن يكون محامي كبير وبيقف قدام القاضي يقول ابتهالات، ولكن كمان عنده هوايه الفن وهكذا. فالنهارده معانا محمود هوايه الاطفال الحلوه، الطفل البريء لما يلعب بالعجينه ازاي قدنا له نصايح حلوه، وعمل منها اشكال الخضار الجميله الحلوه اللي بتغنينا عن ان احنا ننزل سوق الخضار. الرؤيه والابداع كل عام وحضراتكم بخير، والفن على شاشه النايل لايف مع الشيف المغازي.